المهر حق أعطاه الله عز وجل للمرأة. المرأة تنتفع به، تقضي حوائجها به، تذهب إلى بيت زوجها وبيدها شيء، لا تأتي من بداية الأمر تقول اعطني اعطني. فلذلك هذا حق أعطاه الله. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي ليس للأب حق أن يأخذه هكذا، وليس للزوج حق أن يأخذه هكذا، فهذا مال منحه الله للزوجة. لكن الفائدة منه أنها تقضي حوائجها ما تحتاجه النساء في الزواج، ثم بعد ذلك لما تذهب إلى بيت زوجها لا تذهب من أول يوم تقول اعطني ما عندي. هذا كرم الله به النساء، ولذلك نقول هو هدية ومنحة وعطية من الله عز وجل إلى النساء، فلا يجوز أن يعتدى عليه من أب أو أخ أو زوج.